السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. في ناس دخلوا كتبوا لمدام هناء ان انت بتصرفي على جزان بناتك. طب وانتوا عرفتوا منين ان مدام هناء بتصرف على جزان بناتها؟ شفتوا مدام هناء طالعه في فيديو كده وبتقول انا بدي جوز ياسمين كذا وبدفع لجوز فيروز كذا؟ شفتوهم انتوا؟ عشتوا معاهم في البيت وشفتوا مين اللي بيصرف؟ وبعدين مدام هناء ادت جزام بناتها، صرفت عليهم، صرفت على بناتها، دي حاجة خاصة بيها. احنا مالنا نقول لها حاجة زي كده ليه؟ وبعدين كانت فيروز قاعدة عند مامتها كم يوم بعد ما رجعت من شهر العسل، لأن شقتها فيها مشكلة، فالبنت جت تقعد عند أمها أسبوع ولا 2 ولا شهر ولا سنة، هي حرة. مدام هناء تصرف عليها، ما تصرفها جوزها يدفع ما يدفعش، هم أحرار. وبعدين دول جايين ضيوف عند مدام هناء، يعني جوزها وبنتها يعتبروا قاعدين عندهم عند مدام هناء ضيوف. يعني من حق مدام هناء، المفروض مدام هناء هي اللي تصرف عليهم، هي اللي تجيب لهم طلباتهم كلها. كون الراجل طلع ذوق وبيعرف في الأصول، راجل وهو اللي بيطلع ويجيب كل طلبات مراته وكل الحاجات اللي هم محتاجينها، ده يعتبر راجل. يعني ما فيش بعد كده، راجل يشكر، راجل ذوق، عارف الأصول. فده ما يعيبش مدام هناء خالص، بالعكس ده مدام هناء تحس كده ان بناتها متجوزين رجاله، مش بيعتمدوا على حماته ولا بيعتمد على مراته ولا منتظر ان مراته تطلع تشتغل وتأكله ولا تطلع تجيب. ده في رجاله بيروح هو ومراته عند نسايبه، عند اهل مراته يعني، يقعدوا عندهم بالشهر والاتنين على اساس هم يصرفوا عليهم وهو ما يهونش عليه. يطلع تعريفه يقول لها لا ازاي نطلع فلوس، ده احنا قاعدين في بيت اهلك، ازاي احنا نجيبه في بيت اهلك؟ ده كده راجل ما عندوش دم، ما عندوش كرامه، انك تبقى قاعد شهر واتنين عند الناس وعايزهم هم اللي يصرفوا عليك وعلى مراتك. وانت لو قاعد في بيتك مش هتطلع وتصرف؟ طلع، احنا مش بنقولك انت اكلهم، لا، على الاقل ساعد في المصاريف. في رجال ما بيهمهاش بقى نسايبهم دول ظروفهم ايه، ملهمش دعوة. لكن ده ما شاء الله عليه، مدام هناء بتقول بيطلع هو وفيروز ويجيبوا كل طلباتهم ويملوا التلاجة. طب عايزين ايه احسن من كده؟ ولا مدام هناء عايزه ايه رجاله احسن من كده لبناتها؟ رجاله شايلين المسؤوليه، مش بيروحوا يرموها عند امها ويقول لها امك تاكلني انا وانتي. ففي رجاله بتبقى غريبه، ولا واحد يروح يرمي مراته ولا يسافر ويسيبها عند اهلها ويقول لها اهلك تصرف عليكي. ايه الرجاله دي يا اختي؟ ايه الرجاله دي؟ ولا واحد يبقى قاعد في البيت وعايز مراته هي اللي تنزل تشتغل. حاجه غريبه، الواحد بيسمع ويشوف حاجات غريبه والله العظيم. ما شاء الله عليهم جزان بناتك يا مدام هناء، ما شاء الله عليهم. وانت لو صرفتي وعملتي اللي تعمليه، ده بناتك، ملكش في الدنيا غيرهم، محدش ليه دعوة. لو مدام هناء بتصرف كده عليهم وبتخليهمش يدفعوا تعريفة، دي بناتها وده يعتبر ابنها دلوقتي، تعمل معاهم اللي تعمله، محدش ليه دعوه، محدش بيجي يقول لها خدي ادفعي ولا خدي وجيبي ولا بيدي مدام هناء من جيبه. اعملي اللي انت عايزاه يا مدام هناء مع بناتك، ولو انت شايفه ظروفهم على قدهم ساعديهم عادي. يعني ما في ناس كتيره، ما دام انت شايفه الراجل يستاهل وابن حلال وبيعمل كل اللي عليه، ساعد يا مدام هناء بقلب جامد. فيها ايه؟ انا لما الاقي ابن، هو انا لما بشوف ابني تعبان في ظروفه ما بساعدهوش؟ اساعده. اهو ده برضك اعتبره ابني، ما دام شايل بنت في عينيه اشيله هو كمان في عينيا واساعد بنتي، فيهاش حاجه. ربنا يهديكوا، ربنا يهديكوا يا رب. يلا يا بنات، عشان ما اطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.